بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. شركة ريتر هذا الشهر احتفلت بمرور 230 سنة على إنشاء هذه الشركة الكبيرة المشهورة بصناعة ماكينات الغزل. الشركة تم إنشائها سنة 1795 بسويسرا، وتحولت من شركة تجارية إلى شركة مصنعة. 3 أشياء سر نجاح هذه الشركة: اعتمدت على الأوتوماتيكية، اعتمدت على الرقمنة، اعتمدت على الاستدامة. 3 أشياء بالإضافة إلى التغيير دايما سنة الحياة، الابتكار بالإضافة إلى النمو، لأن مع التغيير قانون، مع التغيير والابتكار يؤدي إلى النمو. الشركة تم إنشائها يوم 15 إبريل سنة 1795 على يد منشئها يوهان جاكوب، وأنشأ الشركة وسماها جي ريتر أند سي. جي أول اسم، أول حروف من اسمه يوهان جاكوب، جي ريتر أند سي. تم إنشائها في سويسرا. عمل إيه؟ عمل متجر أو حاجة تجارية للتوابل وللقطن. كان بيتاجر في التوابل زي الشطة والبهارات، كان بيستوردهم من الهند بالإضافة إلى القطن. تحول بقى، عينيه ركزت على إنشاء ماكينات، يصنع ماكينات الغسل، يصنع ماكينات اللي في الصناعة. يعني تحول من التجارة إلى الصناعة، ده كان هدفه. فوقت التحديات قبله تحديات كتيرة، حولها إلى فرص. يعني حول التحديات إلى فرص، بالإضافة إلى أهم من كل ده الاستاف اللي معاه. لحد دلوقتي هو عنده أربح، أو الشركة عموما هو يعني توفى. الشركة بتضم 4800 موظف على مستوى العالم، فهي بتعتمد على الأوتوماتيكية والرقمنة، وحاليا على الذكاء الصناعي والروبوت. الروبوت دلوقتي بيستخدم في شركة ريتر يعني مركزين على الروبوت بكل قوة حاليا. فدي كانت خاطرة عن شركة ريتر. تحياتي مهندس محمد كمال معتمد.